صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء بشكل رسمي على تنظيم المملكة المغربية نهائيات كأس العالم 2030 في ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال، وهو الملف الذي حظي بثقة كبيرة من الجهاز الوصي على الكرة العالمية. وتأتي مصادقة فيفا على الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030 إلى جانب ملف المملكة العربية السعودية في النسخة الموالية سنة 2034 من خلال كونغرس استثنائي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ليكون بذلك المغرب ثاني بلد عربي يحتضن هذا العرس الكروي العالمي بعد قطر في نسخة الماضية 2022 والتي طبعها تألق كروي مغربي تاريخي. وشدد إنفانتينو في كلمته خلال هذا المؤتمر على القيمة الكروية في جمع شمل الشعوب وتوطيد العلاقات بين مختلف البلدان، مشيرا إلى أن كرة القدم ذات أبعاد رياضية واقتصادية وثقافية واجتماعية. كما أعرب فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مقطع فيديو مسجل تم عرضه ضمن مؤتمر فيفا الافتراضي عن امتنانه على هذه اللحظات السعيدة التي نعيشها لتنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال. وواصل هذا الترشيح الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030 يصنع لنفسه مكانا في التاريخ. ستساهم هذه الاستضافة في جعل الرياضة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية. كان الفيفا قد نشر في تقرير سابق شهر نوفمبر الماضي أن الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال يعد الوحيد في السباق ويتميز بجودته الشاملة، حيث يتجاوز الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة الواردة في التقييم الفني الذي يتطلبه دفتر التحملات. كما منح تقييما خاصا بجميع الملاعب المرشحة لاحتضان المباريات المونديالية. وأوضح التقرير أن الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030 يطمح إلى تحقيق أهداف تتجاوز الجانب الرياضي، تشمل جمع الشعوب وتعزيز الروابط بين قارتين متجاورتين من خلال شغف المشترك بكرة القدم، بالإضافة إلى تحقيق أرباح اقتصادية كبيرة. تنافس المغرب إسبانيا بقوة على نيل شرف احتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030 من خلال ملعب الحسن الثاني الذي سيتم تشييده في مدينة بن سليمان بمواصفات عالمية استثنائية ضاهي أكبر الملاعب العالمية. سيكون من أكبر الملاعب في العالم بسعة تصل إلى 115 ألف متفرج وسط قرية رياضية متكاملة، ضم فندقا فخما ومرافق ومتاجر وملاعب خاصة بالتدريب وطرق مواصلات حديثة. رشح المغرب 6 ملاعب في 6 مدن مختلفة من أجل احتضان منافسات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من البرتغال وإسبانيا. ويتعلق الأمر بملعب الحسن الثاني الكبير بالدار البيضاء، ملعب أكادير الكبير بأكادير، كذا ملعبي مراكش وفاس، وكذا ملعب طنجة والمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. ظاهرات المرافقة للمونديال رشحت المملكة المسرح الكبير بالرباط لاحتضان قرعة الدور التمهيدي والأدوار النهائية، جانب قصر المؤتمرات ببن قرير لاحتضان الأوراش والندوات الخاصة بالمنتخبات، وكذا المسرح الكبير بالدار البيضاء لاستقبال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم.